السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هتكلم على حاجة غريبة انا شفتها، عشان خاطر احنا خلاص بدأنا مدارس وناس بدأت اللي هي الثانوية العامة، سواء الجامعة سواء الاعدادي، يعني بقوا خلاص بقى انسات. ففي حاجات ضرورية لازم تكون مع اي بنت تكون معاها، وفي حاجات انا مش هقولك ان هي مش ضرورية، ومش يعني انت حابة تجيبيها تمام، انت مش حابة خلاص. اهم حاجة الحاجات دي تكون معاكي في شنطتك من اول اعدادي او من اول ثانوي، نقول من اول اولى ثانوي لغاية ما تخلصي جامعة وما بعد الجامعة وهكذا. قبل ما ابدا الفيديو، اللي لسه ما اشتركش في القناه يدوس على زر الاشتراك اللي تحت او يعمل سبسكرايب، فعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكوا على طول. اول حاجه طبعا انتوا شايفين هنا في علبتين مناديل. انا مش هتكلم على دول دلوقتي، هتكلم على الشنطه دي فيها ايه. الشنطه دي انا باخدها معايا، هي بصوا من بنفيت. هوريكم كذا شكل الشنطه اللي عندي. في مثلا لو انت مش حابه مثلا دي، في شنطه بتكون زي كده. لو انت حابه الشنطه تكون سودا ممكن دي كمان، وممكن دي كمان. دي صغيره باخدها مثلا انا نازله مشوار سريع، بحط فيها الحاجات الضروريه اللي انا مش هحتاجها كتير، بحط فيها دي. يلا بقى نبدا مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه او فيها ايه الشنطه. اول حاجه طبعا هنفتحها مع بعض زي ما انتم شايفين. فتحناها، بصوا فيها حاجات كتير جدا جدا جدا. هي شايله حاجات كتير يا جماعه، بس يعني ما يغركمش ان هي صغيره، بس هي شايله. اول حاجه طبعا الكمامه لازم تكون معاكي، لان انت ممكن في يعني مثلا اماكن ما ينفعش تدخليها من غير الكمامه. وفي كمان انا ما حبيتش الكمامات العاديه، فقلت ان انا اجيب اللي هي من فيكتوريا سيكريت، اللي هي دي حلوه وجميله وطريه. جبت منها 2، يعني بخلي الاتنين معايا. دي مثلا تتوسخ اخد التانية اغيرها في نفس ذات اليوم، الاتنين بيكونوا معايا. عشان خاطر الكمامه من كتر العرق اللي احنا حاطين، يعني خلاص حاطين كمامه على منطقه الفم، فبتكون حوالينها عرق، فطبعا العرق ده بيكون في الكمامه، فممكن الكمامه تبقع منك او تبقى تتبل من كتر العرق، او مثلا في اماكن ما فيهاش هواء، ما فيهاش مثلا تكييف او كده، فهتعرقي. فالكمامه ضروريه جدا جدا جدا. دي كانت اول حاجه. طبعا في حاجه انا نسيتها، لازم تكون مع الكمامه لازم تكون معاها، عشان احنا طبعا في ناس محجبات وفي ناس مش محجبات. المحجبات طبعا لازم تكون معاهم دي ضروريه في شنطتك، ضروريه يعني. دي ما تشيلش من شنطتك نهائي، اللي هي البلاستيكيه دي بتتباع في اي اماكن، وموجوده في اي سوبر ماركت، موجوده في الصيدليات، موجوده في كل الاماكن، عشان خاطر نلبسها فوق الطرحه بتاعتنا. واللي حابب يلبسها تحت الطرحه بتاعته عادي، هي بتتضيق وبتتوسع، يعني نظامها كده، نظامها جميل الصراحه. فدي كانت اول حاجه. تاني حاجه المناديل المبلله او الوايبس. انا جبت هنا 2. اول حاجه انا سواء مثلا مشوار بعيد، مشوار قصير، اي مشوار، بحب اخد معايا انا المناديل دي. ليه؟ عشان انا مش وحدي ان انا بحتاجها، الاسره معايا، اسره ماما، اخويا مثلا، مرات اخويا، اولادها بيحتاجوا معايا المناديل الوايبس دي، لان في اي اماكن بيكون فيها مثلا اتربه، طلعتي مثلا سلم، مامتك سندت على السلم مثلا، السلم ده مليان تراب وفيه بكتيريا، فلازم تنشفي بعده بالمناديل المبلله. وبعد المناديل المبلله بيكون، بصي انا جايبه لكم حجمين، ده حجم وده حجم، بس انا بستحب ده، بحب ده اكتر، عشان خاطر انا ما استفدش انا منه وحدي، لا استفيد من الكل معايا. دي كده كانت الوايبس اللي هي المبلله. اما المناديل التانية العاديه بيكون في نوعين، بيكون في نوع ده. انا مش بعمل اعلان لاي مناديل يا جماعه، ما بعملش اي اعلان، انا بس بوريكم الانواع الموجوده عندي. في ناس بتحب تاخد اللي هو الباكت معاها في الشنطه، وفي ناس تحب تاخد معاها اللي زي دي. انا برضو نفس الكلام، ما بحبش اخد الباكت دي بحسها بتخلص بسرعه، وانا العرق بقى في الحر والصيف اللي احنا كنا فيه ده، يعني الدنيا برضو بدأت تتحسن عن الاول.
الحر اللي احنا كنا فيه، فكميه العرق عشان انا بشرتي دهنيه فبعرق كتير، فبضطر ان انا لازم انشف كتير، لازم كل شويه انشف. فعشان خاطر يعني دي هتخلص بسرعه، دي فيها 10 وحدات، فمش مش هتكفي الغرض، وفي نفس الوقت يعني لو خلصت هتحتاسي، فانت لازم تكوني معاكي واحده كبيره زي دي. تاني حاجه اللي انا برشحها برضو معاكم اللي هي الهاند جل. الهاند جل ده من اساسيات الشنطه بتاعتك من اول اعدادي لغايه ما تخلصي جامعه، وانت برضو بعد الجامعه برضو يكون معاكي الهاند جل. الهاند جل في الاماكن الملوثه، طلعتي سلم، مسكتي حاجه، مسكتي مثلا اللي هي العربيه بتاعت السوبر ماركت، بتاعت الهايبر وان، بتاعت الكارفور، اي حاجه يعني ايا كان مسكتيها، فطبعا بتكون ملوثه، لان من ايد لايد لايد لايد، فدي اكيد ايديك هتتلوث. فطبعا بعد ما تخلصي خالص الشوبينج بتاعك تعملي الاول بالمناديل الوايبس، وبعديها تعملي بالهاند جل. انا مش بحب الكحول الكتير، الكحول الكتير للاسف بيخلي الايد ناشفه، وفي نفس الوقت بيخلي الايد جافه، يعني جافه، فمحبتش صراحه اللي هو الكحول، فحبيت اكتر الهاند جل. بعدين احنا قلنا كام حاجه؟ احنا قلنا كتير صح، ما علينا. ثالث حاجه او خامس حاجه او رابع حاجه زي ما تكون المرايه. المرايه دي لازم تكون معاكي في كل مكان، دي صديقتك الصدوقه، بتكون معاكي في كل مكان. فطبعا دي انا جبتها من انستازيا، جبتها من فتره كبيره قوي ليها سنين، ليها حوالي 5-6 سنين، جبتها وقتها كانت ب100 وحاجه، دلوقتي معرفش الله اعلم وصلت كام. بعدين هنا بيكون معايا برشام صداع، وبيكون معايا برشام لظهري. انا عملت يعني ظهري بيكون عامله عمليه، ففي برشام ده المعين ده الوحيد اللي بيسكن لي ظهري. مش انا بس على فكره يا جماعه، حلو قوي لاي حد عامل عمليه في ظهره، سواء فقرات او عامل شريحه ومسامير، اي حد. ده ممتاز جدا جدا جدا. الدكتور كاتبهولي وانا كل يوم باخده، يعني انا على طول باخده، ولما باخدوش بصراحه بتعب الصراحه. بعدين الابره والخيط. هتقولوا لي ليه الابره والخيط؟ هقول لكم ان انا حصل لي موقف زمان انا وصغيره، الجيبه بتاعتي اتقطعت في المدرسه للاسف، فطبعا ما كانش معايا ابره وخيط، فخليت الداده اللي هناك اللي في المدرسه مش عارفه ايه اللي حصل، يعني هي اتصرفت، معرفش جابت الابره والخيط منين، اتصرفت فخيطت لي جيبه. فمن وقتها وانا لازم معايا الابره والخيط في الشنطه بتاعتي. الابره والخيط في الشنطه بتاعتي لازم يكونوا معايا. انا بحب اللون الاسود عشان خاطر انا الجيبات تعتبر بتاعتي كلها لونها اسود، هي بس الفرق يعني مثلا الالوان، يعني مثلا جيبه او 2 بالكتير هم الفاتحين، لكن كل جيباتي سودا. بعدين بنعمل الدبابيس اللي هي دي دبابيس صغيره بتكون معاكي. يعني انا مسافره مثلا، اوقات انا وبسافر مثلا القاهره بالعربيه، الدبابيس بتاعتي بتقع مني وانا في العربيه، لما بنام فجاه كده بحس بلاقي كل الدبابيس اللي انا حطاها في الطرحه بلاقيها كلها وقعت، اقعد ادور عليها مش بلاقيها، فبخلي معايا الدبابيس دي صغيره، دي كلها مش عارفه ب5 جنيه، ما تزيدش عن 10 جنيه، حلوه وفيها كتير، وكمان صغيره حلوه قوي، وتنفع معاكي وتنفع مع كل اللي معاكي، يعني مش معاكي انت بس، تنفع لكل اللي معاكي. بعدين الشفره دي هتقولوا لي ليه واخده شفره؟ هقول لكم انا مثلا الشفره دي لازم تكون معايا. ليه بقى؟ حصل لي موقف انا في الشغل، للاسف ما كنتش عامله الشنب مش هتكلم بكل صراحه، كنتش عامله شنبي، فالبنت قالت لي شنبك كده يعني طالع وكده، فما عرفتش اعمل ايه، وما عرفتش اروح للكوافير الصراحه. فمن وقتها وانا باخد معايا الشفره دي في كل مكان، في اي وقت، حتى لو كان مشوار صغير باخدها معايا. بعدين البلاشر، انا بحب قوي 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 البلاشر، قوي قوي فوق ما تتخيلوا. ده انا بخليه للطوارئ، وده اللي هو من شي جلام، وده اللي انا بستخدمه، عملت عنه ريفيو قبل كده. ده للطوارئ، يعني انا واخداه مش الطوارئ، واخداه معايا في الشنطه. ليه؟ لان هو حلو،
لونه حلو، بصوا لونه حلو، انا بحس ان هو لونه جميل. في نفس الوقت في فرشة بتاعته اللي هي دي، فدي بتوزع لك البلاشر بتاعك وتحسسيه ان هو زي الناتشرال كده، ما تحسسيش مش بيحسسك ان انت حاطه حاجه تقيله او حاطه ميك اب تقيل. فانا دي لازم باخدها معايا، يعني دي كمان صديقتي الصدوقه لازم باخدها معايا. طبعا اهم حاجه في الموضوع ده كله الصن بلوك. الصن بلوك طبعا انا ما جبتوش سبراي، ما بحبش السبراي. السبراي بحسه ان هو ما بيعملش حاجه، مش بيحمي، مش عارفه، انا بحسه كده يعني. محدش يقول لي لا ده بالعكس ده حلو، انا احساسي كده يعني، انا عشان كده ما جربتهوش ولا هجربه. فانا بحب ان انا احط الصن بلوك بجد طبعا كل ساعتين او 3، بس يستحسن ساعتين عشان خاطر الشمس نفسها ما تأذيكيش بعد الساعتين. فلازم يكون معاكي، لان طبعا دلوقتي الطلبة بتخرج من 8 الصبح بترجع ل 8 بالليل، فالحاجات دي لازم تكون معاكي ضرورية في الشنطة. اهم حاجة تحمي بشرتك من اشعة الشمس، اهم حاجة. وفترة كمان الظهرية دي لان الشمس بتكون فيها صعبة شويتين، فتحمي بشرتك من اشعة الشمس في الفترة دي. بعدين الهاند كريم ده انا ما لقيتش غير اصغر من ده، دي واحده جديده عشان الثانيه خلصتها، ما لقيتش غير اصغر من دي معايا في الشنطه. بس الصراحه انا باخد دي وباخد معايا حاجه تاني اللي هي دي. الصراحه باخد معايا دي لما يكون مشوار كبير. الميلانو كول ده عايزه اقول لكم ترطيبه هايل، ريحته تحفه، حجمه حلو، صغير بس حجمه حلو، بيقضي معاكي فتره كبيره حلوه لان انت تاخدي منه حبه بسيطه. اهم في الموضوع ده كله الترطيب مهم جدا جدا، لان هو اللي هيخلي مظهر ايديكي حلو، يعني هو اللي هيخليكي حلوه، يعني مظهر ايديكي حلو. بعدين انا بخلي معايا المبرد ده طبعا جبته من شي جلام، هو بيتكون من 3 4 1 2 3 4، ده الرئيسي، ده الخشن، ودول اللي هم الناعمين. عايزه اقول لكم حلو قوي استخدامه، وفي نفس الوقت مش بيعور نهائي، وفي نفس الوقت حجمه كيوت قوي، كانك ان انتي حاطه يعني اصغر. بصوا اصغر من الزبده او قدها، شايفين؟ بعدين زبدة الشفايف يا جماعة ضرورية جدا 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 فوق ما تتخيلوا. ليه؟ لان احنا لما بنيجي مثلا رقنا نشف ونيجي نطلع لساننا على شفايفنا، ده غلط. اول حاجة ده بيخلي البكتيريا اللي في اللسان بتاعنا موجودة على الشفايف. تاني حاجة بيخلي الشفايف متشققة او ناشفة او جافة قوي اكتر ما هي جافة عن الاول. تمام؟ فالحاجات دي يعني زبدة الشفايف دي ضرورية جدا. بدل ما انت كل شويه تطلعي لسانك وتبلي شفايفك بيه، لا، طلعي الزبده من عندك الشنطه وحطي. اهم ما في الموضوع تكون زبده فيها SPF اللي هو زي دي، عشان خاطر تحمي شفايفك من اشعه الشمس. ليه؟ لان الشفايف برضو بتتاذى من اشعه الشمس اللي احنا بنتعرض ليها. ده صدوقي الصدوق، مش عارفه لما يخلص هعمل ايه. ده حلو قوي، ده بيديكي زي ناتشورال كده على الشفايف، حلو خالص، بيرطب الشفايف وفي نفس الوقت بيديها لون زي البينك كده، لونه بينك حلو كده، يعني كانه ناتشورال كده، شايفين؟ بيدي كده ترطيب وفي نفس الوقت اللون بينك هادي قوي، ناتشورال بالظبط. اهم بقى خطوه في ده كله اللي احنا كلنا شعب او بنات مصر كلها تعرضت ليه، اللي هي الفوط الصحيه او الأولوز او الفوط اليوميه. انا ليه جبت النوع ده اللي هو ده اللي هوريكم شكله، اللي هو ده. اول حاجه يا جماعه الأولوز اللي هي الالترا رفيعه القطنيه دي، عايزه اقول لكم هي ناعمه بشكل رهيب. اول حاجه حلوه قوي للناس اللي بشرتها حساسه، حلوه قوي للناس اللي بتلبس أولوز. معلش هقول كلمه أولوز كده عشان خاطر نبقى كده حلوين مع بعض. الناس اللي هي لما يجي لها الدوره الشهريه، في اوقات ناس بيجي لها من الأولوز نفسه او من نوعيه الأولوز نفسه بيجي لها زي تسلخات.
انا جربت كل حاجه، جربت كل حاجه فوق ما تتخيلوا، ما ارتحتش غير على ده. هو الوحيد اللي انا ارتحت عليه، لا كان بيجيب لي تسلخات، ولا كان بيعمل لي اي التهابات، ولا كان بيعمل اي حاجه. وكمان بحس ان في زي ريحه القطن كده، هي ريحه حلوه بس مش ريحه اللي هي تعملك حساسيه، لا ريحه حلوه كده جميله كده. فدي مهمه. طبعا احنا لازم يكون معانا في شنطتنا حوالي 2 أو 3. ليه 2 أو 3؟ ليه ما يكونش واحده؟ اول حاجه اوقات انتي بتجيلك فجاه، ففي ناس لما بتجيلها فجاه بتجيلها غزيره، وفي يعني في شهر بيجي غزير وفي شهر بيجي ضعيفه. فالشهر اللي بيجي غزير انت ما تعرفيش ده انهي شهر، او انت مش مركزه هل الشهر ده بيجي غزير فيه او بيجي اللي هو خفيفه فيه. فطبعا في ناس بتحط 2 ألوز في بعض، يعني ما بتحطش واحده، لا بتحط 2 عشان خاطر لما بتكون بره الجامعه، قصدي لما تكون جوه الجامعه في محاضرات او سكاشن او كده، او مثلا في الثانويه العامه فتكون في دروس مطحونه من اول الصبح لغايه 4 العصر، بتكون طبعا مطحونه في اليوم كله، فمش بتلحق تدخل التويلت، فاهمين؟ فهي عشان خاطر ما تدخلش التويلت كتير، وهي طبعا فاحنا نحط 2 يعني احسن لنا، وفي نفس الوقت عشان خاطر ما نبهدلش ويبقى شكلنا وحش قوي، فاهمين؟ لان الصبيان او الولاد بتاخد بالها قوي من الحاجات دي يا جماعه، خلي بالكم، يعني بتلاحظ. بعدين انا حاطه الكيسه دي، حطاها عشان بحط فيها دول. بعدين اخر حاجه اللي هي دي الفوط اليوميه او الألوز اليومي، في كذا نوع كتير زي ما انت عايزه. دي ألوز، ده نوع ألوز مكتوب عليه ألوز، ده حلو قوي للفوط اليوميه، بتاخديه معاكي في كل مكان، حتى لو انتي خرجتي خروجه رايحه مثلا من بيت لبيت تاخديه معاكي عشان خاطر الريحه الكريهه ما تحصلش ومحدش يشمئز منك، وفي نفس الوقت انتي ما تكشيش من او تقولي ايه ده دي ريحه وحشه، فاهمين؟ فاهم حاجه اللي هما الحاجتين دول، الألوز والفوط اليوميه. الفوط اليوميه لازم ضروريه عشان خاطر تحميكي من الريحه الكريهه، وتحميكي من البكتيريا اللي بتتكون في الاندروير، فاهمين؟ في بكتيريا بتتكون، فاحنا بدل ما نخلي البكتيريا دي تكون في الاندروير وتكون تكون في المنطقه اللي هي sensitive area، لا احنا نحط دي عشان خاطر ما يحصلش التهابات ولا يحصل روايح كريهه، ولا حد يشمئز مننا او يبعد عننا او يقول ايه ده ريحتك غريبه، فاهمين؟ فالموضوع ده كله لازم تكون معاكي في شنطتك. طبعا انا بهدلت الدنيا، مش عارفه ارجع تاني كل حاجه زي ما كانت، فانا هحاول هعمل لكم كده. دي كل الحاجه اللي هي لازم تكون في شنطه ايديكي يوميا، لازم تكون موجوده معاكي. اخر حاجه التوكه والزراير. اخر حاجه انا نسيت دول خالص. هتقولوا لي ليه توكه؟ هقول لكم فجاه ممكن شعرك مثلا الاسنك بتاعك او بتاع شعرك اتقطع، يكون معاكي توكه احتياطي. ليه زراير؟ الزراير دي مهمه جدا جدا. تعرضت لموقف ان في زرار اتقطع وانا معرفتش اعمل ايه، فاضطريت ان انا احط الدبوس اللي هو من ده العادي مكان الزرار اللي اتقطع، فللاسف عورني. فقلت من هنا ورايح انا لازم اخد معايا زراير دي بتغنيكي فعلا عن كل حاجه، عن شكل مظهرك، عن شكل لبسك، لازم تكون معاكي في كل مكان. هي بتتباع كده. انا معايا علبه هنا، دي انا بحط فيها اللي هي دي الفتله، بحط فيها كده معايا انا ومسافره، حاطه فيها جميع انواع الزراير وجميع الوانها عشان خاطر اللون اللي انا حباه والحجم اللي انا حباه زي ما انتم شايفين. الحجم الاقيه موجوده في اي اونلاين، موجوده في كل مكان. هتنفعكم. فلازم انا حطها هنا في علبه سنتروم عشان خاطر ما تضيعش مني. ده كان فيديو النهارده. اخر حاجه طبعا احنا لما نكون بره اوقات ما بناكلش، او احنا مش بنلحق ناكل، او مثلا مش بنلاقي اكل المناسب لينا مثلا يعني. فطبعا
ده مش اجباري، ده اختياري زي ما انت عايزه. حابه تجيبي مثلا لبان زي ده، ده حجم كبير، ده تمام هاتيه. حابه تجيبي المنتوس الصغير هاتيه. اهم حاجه تكون ريحه فمك حلوه، ما تكونش ريحه فمك كريهه، عشان خاطر اللي بيتكلم قدامك او اللي انت بتناقشي معاه حاجه، او المستر بتاعك او الدكتور بتاعك او صاحبتك، اختك، مامتك، اصدقائك، ايا كان، ما يقولوش ايه ده، يبعدوا عني كده، ايه ده في ريحه كريهه من بقها. فبلاش تحطي موقف يعني بلاش تتحطي في الموقف المحرج ده. فاي لبان، اي بونبوني، اي حاجه سريعه كده خدي منها الحلاوه اللي فيها او الطعم اللي فيها وارميها، بس اهم حاجه يكون ريحه فمك حلوه. وفي كمان اللي هو السبراي بتاع الفم، انا ما جبتهوش لان انا مش بحبه. هتقوليني مش بتحبي ليه؟ اقول لكم مش بحبه. انا وهو كده مش بنحب بعض يعني، مش بحبه خالص. فانا بحب اللبان او بحب البونبوني، ايا كان لازم يكون معايا في شنطتي لبان او بونبوني، واوقات كتير بيكون معايا الاتنين. اي حد في العربيه يا جماعه حد معاه بونبوني او لبان؟ طبعا معايا اهو زي ما انت عايزين. فالحاجات دي ضروريه جدا جدا لاي بنوته، سواء في الجامعه، سواء خلصت جامعه، سواء في الثانويه، سواء في الاعدادي، سواء في اي مرحله انت تعدي بيها في حياتك، لازم تكون الحاجات دي معاكي وموجوده معاكي في كل مكان. ده كان فيديو النهارده، انا طولت عليكم كتير قوي، بس في حاجات كان لازم انا اتكلم عنها. ده فيديو النهارده، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.